قبل ما نبدأ ملخصنا ما تنساش تصلي على النبي وانزل اشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، وما تنساش اللايك لو الفيديو عجبك. ويلا بينا نبدأ رحلتنا المثيرة وسط الأكشن والإثارة. بيبدأ فيلمنا في الصين في أوائل القرن العشرين. البلد وقتها غرقانة في الحروب ما بين الأمراء، وفي وسط الفوضى دي بنلاقي رهبان الشاولين وهم بينقلوا جثث القتلى وبيدوروا وسط الدمار ده كله على أي حد عايش عشان ينقذوه. بس فجأة بيظهر الجنرال لونج وهو بيهرب بجنوده، ووراهم على طول جنود الجنرال هاو بيطاردوهم وبيضربوا عليهم نار، وكل ده بيحصل تحت أنظار الرهبان. بعدها بنشوف كاو اخو الجنرال هاو مع جنوده بيهجموا على قرية الشاولين وبيدوروا على الجنرال لونج. في اللحظة دي لونج كان مستخبي، ولما حس انهم بيقربوا منه بيجري بسرعة على المعبد وبيستنجد بالرهبان. وقتها بيشوفوا كاو ورجالته وبيدخلوا المعبد وراه. ساعتها الرهبان حاولوا يوقفوهم لكن ما بيقدروش يقفوا قدامهم. بس وقتها الراهب جينج بيهجم عليه بشجاعة وبيمسك حصانه عشان يمنعه من دخول المعبد. بعدها بنشوف كاو بيحرك حصانه وبيوقعه على الأرض، بس فينج بيقوم وبيهجم عليه وبيوقعه من فوق الحصان. وساعتها بتبدأ معركة قوية بينهم. بينجح كاو انه يصد كل ضرباته، وفجأة بيظهر نينج بيوجه له كذا ضربة. وقتها كاو بيبقى عاجز قدام ضرباته فبيتعصب وبيطلع المسدس بتاعه وبيوجهه ناحية لونج وبيصرخ لو اي حد حاول يساعده هيموت. وقتها بيظهر الجنرال هاو وبيمشي ناحية لونج والرهبان وبيقول لهم الراجل ده ميت ومفيش داعي انكم تساعدوه. لكن الكاهن الاكبر بيقول له حتى لو ده نفسه الاخير هنساعده. وقتها لونج بيتوسل لهاو وبيقول له دي خريطة ذهبي، خدها وسيبنا عيش. هاو بيقرب منه وبياخد الخريطة وبيمشي. وقتها لونج بيقوم بصعوبة وبيشكر الرهبان على مساعدتهم ليه. بس فجأة بيغدر بيه هاو وبيضربوا طلقة في ظهره بتقضي عليه في لحظتها. وقتها الرهبان بيتعصبوا وبيهجموا عليه، لكن جنوده بسرعة بيرفعوا البنادق. لكن الكاهن الاكبر بيتدخل بسرعة وبيأمر الرهبان انهم ينسحبوا. ساعتها هو بيبتسم ابتسامة باردة وبيدي امر لجنوده بالانسحاب بره المعبد. بعدها بنشوف الجنرال هاو وجنبه اخوه كاو في موكب كبير احتفالا بانتصاره، ووراهم عربية فيها مراته وبنته. بعدها بيظهر الجنرال سونج قدامهم. وقتها هاو بيبتسم وبيقول له احنا خدنا مدينة دينج وكمان قتلنا لونج. بس وقتها سونج بيسخر منه وبيقول له كل الاحتفالات دي عشان قتلت لونج التافه. ساعتها هاو بيضحك وبيقول له احنا تعبنا عشان نفوز ولازم نحتفل. بس سونج بيسخر منه وبيقلل من انجازاته. بعدها بيسيبه وبيمشي. وساعتها هاو بيبص لكاو وبنشوف ملامح الغضب والغيرة على وشه. بعدها بنشوف الجنرال هاو في بيته مع كاو وبيقول له كاو انا بعت كل التقارير لسونج وحددت معاه ميعاد بكره في مطعم زيونج بالليل. وقتها هاو بيأمره انه يختار 30 جندي ثقة وبيقرب من كاو وبيقول له دي فرصتنا عشان نخلص عليه. بعدها بيوصل الجنرال هاو مع عيلته للمطعم، بس قبل ما بيدخلوا هاو بيوقف مراته وبيديها مسدس عشان لو حصل اي حاجة. بعدها بيدخلوا المطعم وبيستقبلهم الجنرال سونج. الجو بيبقى عائلي وهادي لحد ما فجأة بيدخل عسكري على سونج وبيديله ورقة. سونج بيبص فيها ملامحه بتتغير 180 درجة وبيأمر كل اللي في الأوضة انهم يطلعوا بره فورا. وفي نفس الوقت الجنود اللي جابهم هاو بيكونوا وصلوا وبدأوا يدخلوا المطعم. جوه المطعم سونج بيرمي الورقة قدام هاو وهو متعصب جدا وبيقول له بعد 30 سنة مع بعض بعتبرك فيهم اخويا، عايز تقتلني؟ ساعتها هاو بيفضل ساكت. فسونج غضبه بيزيد اكتر لحد ما فجأة هاو بيطلع مسدسه وبيضربه طلقة فبينهار سونج على الارض. وفي اللحظة دي هاو بيحاول يهرب من المكان، لكن فجأة الجنود بيهجموا عليه من كل ناحية. وهنا بنفهم ان كاو غدر بيهم وخان الجنرال هاو. وفي نفس الوقت الجنود بيهجموا على عائلة الجنرالين وبيقتلوا كل الحراس اللي معاهم. فبترفع مرات هاو المسدس وبتضرب نار على واحد منهم. نان بتستغل الفرصة وبتجري بأقصى سرعة، وأمها بتهجم على جندي تاني علشان تمنعه يوصل لبنتها. وقتها هاو بيلاقي نفسه قدام جنديين فبيطلع مسدسه بسرعة وبيضربهم بالنار، بس للأسف الرصاص بيخلص. في اللحظة دي جندي بيجي من وراه وخلاص هيخلص عليه، بس فجأة طلقة بتخرج من مسدس سونج عشان ينقذه، وبعدها بيلفظ أنفاسه الأخيرة. هاو بيفضل وحيد في وش الجنود لكنه بيقاتلهم ببراعة شديدة وبيسيطر عليهم واحد ورا التاني. بره المطعم الجنود بيجروا ورا نان، لكن امها بتضرب نار عليهم. بعدها بتمسك السلاح وبتقاتلهم. وفجأة بيظهر اتنين مقنعين من العدم بيهجموا على الجنود وبينجحوا انهم ينقذوا مرات هاو في اخر لحظة. وجوه المطعم هاو بيقاتل الجنود بكل قوته. وساعتها بيظهر كاو ومعاه واحد اسمه شينج وبيأمروا انه يقتله. بعد كده بيظهر هاو بيجري ناحية الشباك
وبينط منه، لكن شينج بيلحقه وبيحاول يوقعه، بس هاو بيضربه بسرعة وبيجري. وفجأة بيظهر جندي من جنود هاو وبيضرب نار على شينج وبيعطله. وفي نفس الوقت نان لسه بتجري من الجنود، فبيشوفها هاو وبيجري عشان يلحقها وبينجح انه يخلص عليهم. وفجأة عربية بتضرب نان. هاو بيشوف المنظر وبيجري عليها بسرعة. وقتها الجنود بينزلوا من العربية علشان يقتلوهم، لكنه بيلاقي فاس بيمسكه وبيخلص عليهم. بس فجأة بتوصل عربيات الجنود. ساعتها هاو بيشيل بنته وبيركب أول عربية قدامه وبيهرب بأقصى سرعة. بعدها بنشوف العربيات كلها بتجري وراهم. وقتها الجنود بيحاولوا يقتلوهم، بس هاو بيصدهم وبيوقعهم لحد ما بيوصلوا عند سفح الجبل. وهاو بيحاول انه يهرب، لكن شينج ما بيسيبهوش وبيمسك الفاس وبيضربه في كتفه وبيوقعه من فوق العربية. لكن هاو بيمسك لجم الحصان، لكن اللجم بيفك وبيخبط في وش شينج، فبتخرج العربية اللي فيها نان عن السيطرة. وقبل ما العربية ما بتقع، هاو بينط في فدائية وبيحضن بنته وبيقعوا من فوق الجبل. بعدها بنشوف هاو زي المجنون شايل بنته وبيدخل معبد الشاولين وبيستنجد بالرهبان علشان ينقذوا بنته. وفورا الرهبان بياخدوا نان وبيحاولوا ينقذوها. وساعتها مرات هاو بتدخل المعبد وبتجري على بنتها علشان تشوفها، لكن للأسف نان بتموت ومراته بتنهار وبتلومه على موتها. وقتها هاو بيدخل في حالة هستيرية وبيفضل يصرخ وبيتهجم على الرهبان، لكنهم بيقدروا يسيطروا عليه وبيمنعوه. بعد الأحداث المؤلمة دي بنشوف هاو قاعد في بيت الطباخ داو اللي بيستقبله وبيقدم له أكل. بعدها داو بيديله إعلان حاطين فيه مكافأة على راسه. بس فجأة بنشوف هاو بيقوم ناحية المقص وبيحلق شعره كله. وبعدها بنشوفه قدام الشاولين وبيطلب من الكاهن الأكبر إنه ينضم ليهم. وقتها الكاهن بيوافق، وفعلا هاو بيبدأ يتغير وبيساعد المحتاجين والمرضى وبيقدم أكل للفقراء، وكمان بيتدرب على الكونج فو وسط الرهبان. وبعد فترة بنشوف هاو ونينج بيوصلوا أكل للفقراء وبيلاقي ستات بيعيطوا وبيقولوا لهم إن أولادهم مختفيين من فترة. ففورا هاو بيقرر يدور عليهم بنفسه، وساعتها بيكتشف إن جنود كاو بيقتلوا الناس وبيخطفوا الباقي. ولما الجنود بيشوفوه بيترعبوا وبيجروا. وقتها بيقابل هاو اللي نجوا وبيعرف منهم إن كاو بيبدل الناس عند الأجانب علشان يبني خط السكة الحديد بتاعهم، وفي المقابل بياخد المدافع والبنادق منهم. بعدها بيظهر كاو ومعاه جنوده وبيهجموا على الشاولين. هاو بيشوفهم وبيقول للرهبان أنا هعطله وانتوا انقذوا الناس اللي في قلعته. الجنود بيدخلوا المعبد. وقتها بيحاول الرهبان يوقفوهم، لكن شينج بيهجم عليهم وبيضرب كذا واحد، بس الرهبان بيقاوموه. وفي اللحظة دي بيظهر الكاهن الأكبر مع هاو. ووقتها كاو بيروح للكاهن وبيقول له أنا جاي هنا علشان أخد أخويا ونمشي من غير دوشة، فياريت ما تحولهاش لمجزرة. وقتها هاو بيوافق إنه يروح معاه علشان ما تحصلش مشكلة. وبعدها بنشوفهم جوه القصر وكاو بيقول له إحنا نقدر نحكم العالم، لكن هاو بيرد عليه وبيقول له الفلوس والسلطة خلوك مجنون. فبيضحك كاو بسخرية وبيضربه بالقلم وبيمسكه من هدومه وبيحدفه على الكرسي وبيقول له أنا عندي ليك مفاجأة. ووقتها الجنود بيجوا شايلين قفص كبير. بيبص هاو جوه القفص وبيتصدم لما بيلاقي مراته جواه. في نفس الوقت بيظهر جينج ونينج جوه القصر وبيشوفوا جنود كاو حابسين الناس وبيجهزوا لقتلهم. جينج بيقرر يلهيهم فبيولع النار في عربية، والجنود أول ما يشوفوا الدخان بيتحركوا ناحية النار. وساعتها نينج ورهبان الشاولين بيبدأوا الهجوم، وبينجح نينج إنه يحرر الناس وبتولع معركة كبيرة ما بين الجنود والرهبان. وفي اللحظة دي مرتزقة شينج بيهجموا عليهم، لكن نينج بيوقفهم بعصايته وبيضربهم ضربات سريعة بتعجزهم. بعدها واحد من رجالة شينج بيهجم عليه فبيصد ضربته وبضربة بيوقعه على الأرض، لكن الراجل بيقوم وبيضربه ضربة جامدة، بس بيقدر نينج يمسك رقبته ويكسرها بكل قوة وبيخلص عليه. وجوه القصر كاو بيفتح القفص وبيطلع مرات هاو وبيقول له أنا سايبها عايشة بس علشان تشوفها وهي بتموت قدامك. وقتها هاو بيقرب من مراته وبيقول لها سامحيني أنا معرفتش أحميكم، لكن فجأة كاو بيقوم من على الكرسي وبيضربهم برجله. هاو بينفجر من الغضب وبيهجم عليه، بس الجنود بيمسكوه وبيجر كاو مراته ناحية برميل مليان مية وبيبص لهاو وبيقول له الأول بنتك ودلوقتي مراتك، وبيرميها في البرميل وبيبدأ يغرقها. وبيصرخ هاو وبيفك نفسه وبيحاول ينقذها، لكنهم بيمسكوه من تاني وبيضربوه. وبيفضل كاو يغرق مراته وهو بيضحك زي المجانين. بس فجأة بيدخل جندي عليه وبيقول له إن رهبان الشاولين هجموا على القصر وحرروا كل العمال وسرقوا الآثار. كاو بيتنرفز وبيجري بسرعة مع جنوده. ساعتها هاو بيجري ناحية البرميل وبيطلع مراته في آخر لحظة. وفي نفس الوقت بيدخل جنود كاو شايلين سلاحهم، بس فجأة بيدخل الرهبان من وراهم وبيضربوا الجنود وبينقذوا هاو ومراته. ساعتها بره القصر
القصر بنشوف نينج لسه بيقاتل مرتزقة شينج لكن بيقدر يهزمهم، وبعدها بيجري مع الرهبان علشان يهربوا، لكن فجأة بيظهر شينج وبيهجم على نينج وبيوقعه على الأرض. الرهبان بيحاولوا يساعدوه لكن شينج بيضربهم بسهولة، وبعدها بيقوم نينج وبيضرب شينج ضربة قوية وبيفتح الباب وبيزق الرهبان لبره، وساعتها بيوصل كاو وبيقف يتفرج على المعركة بين نينج وشينج. وقتها كاو بيرفع مسدسه وبيضربه رصاصتين لكن نينج بيفضل يقاوم بكل قوته. كاو بيتعصب جدا وبيمسك سكاكين البندقية وبيضرب نينج ضربة ورا ضربة وبيغرس السكاكين في صدره، وبيموت نينج وهو واقف زي حيطة منيعة. بعدها الكائن الأكبر بيظهر متكتف قدام المعبد، وساعتها بيظهر الطباخ داو ومعاه الأطفال قدام المعبد وماشيين ناحية الجنود، فبيبدأوا يضربوا نار ناحيتهم لكن الأطفال ما بيرجعوش. وقتها الأطفال بيطلبوا منهم يسيبوا الكاهن وبيمدوا ليهم الأكل كهدية سلام، فبينزل الجنود سلاحهم، لكن فجأة بيظهر قائد الجنود متعصب وبيضرب نار على جنوده علشان ما قتلوهمش، وبيأمر الباقيين يهجموا عليهم، لكن الأطفال بسرعة بيرد عليهم وبيستعملوا حركات الكونج فو اللي اتعلموها وبيقدروا يغلبوهم. وفي نفس الوقت بيهجموا على داو، لكن داو الطباخ اللي طول عمره شايل مغرفته بيمسكها كأنها سلاح وبيضربهم وبياخد سلاحهم كمان، لكنهم بيقدروا يعوروه بسيوفهم. وقتها داو بيضرب فيهم لحد ما بيوقعهم على الأرض، وفجأة بيظهر جندي وبيحاول يموت الكاهن. داو بيلمحه وبيجري بسرعة وبيحميه بجسمه، وساعتها الرهبان الصغيرين بيهجموا على الجندي وبيضربوه لحد ما يوقعوه، وفي النهاية بيقدروا ينقذوا الكاهن الأكبر. بعدها بنشوف هاو قدام أهل الشاولين وبيقول لهم احنا لازم نسيب الشاولين لأن كاو جاي يهجم علينا، بس ما تزعلوش الشاولين مش مجرد حيطان، الشاولين عايش جوه قلوبنا للأبد. وبعدها كاو بيوصل ومعاه الجنود لبوابة المعبد، وفي منظر مرعب بيفجروا البوابة وبيدخلوا وضرب النار في كل حتة، لكن الرهبان بيرد عليهم بقنابل مولوتوف بدائية وعربيات مولعة. وقتها الرهبان بيهجموا بسيوفهم قصاد البنادق اللي معاهم، والمعبد بيتحول لساحة حرب. وفي نفس الوقت شينج بيهجم ناحية المعبد لكن جينج بيوقفه وبتبدأ معركة عنيفة بينهم. وفي نفس الوقت بره المعبد الجنرال بيتر قائد الأجانب بيقصف المعبد، وفجأة القذائف بتنزل على المعبد زي المطر والانفجارات بتطير الناس في الهواء والمكان كله بيتحول لجحيم. ووسط كل ده لسه شينج وجينج واقفين بيتقاتلوا، وساعتها شينج بيضربه بقوة وبيكسر سيف جينج لكنه بيقاتل بكل ما عنده، لكن شينج بيضرب جينج بسيفه في بطنه وجينج بيتألم وخلاص هيقع، بس جينج بيمسك السيف وبيغرسه في جسمه وبنص السيف المكسور بيضرب شينج في قلبه فبيقع شينج ميت. وبعدها جوه المعبد كاو بيهجم على هاو بسيفه وهاو بيصد الضربة بعصايته، بس كاو بيقدر يوقعه على الأرض، لكن هاو بيقوم بسرعة وبيردها له بضربة قوية بيوقعه بيها قدامه، وبيمثل كاو انه استسلم، لكن زي عاداته الغدر في دمه فبيقوم فجأة وبيضرب هاو بسيفه. وساعتها وسط القصف الكاهن الأكبر بيقف قدام جنود كاو وبيدافع عن المعبد، لكنه بيضربوه بالنار وبيقع الراهب وبيموت، والمعبد حواليه بيتدمر. وجوه المعبد المعركة لسه مولعة، وفجأة قذيفة بتنفجر جنبهم وبتطيرهم هما الاتنين، وكاو بيقع من سقف المعبد بس هاو بينقذه، لكن فجأة السقف بيقع فوق هاو فبيحاول كاو ينقذه، لكن قذيفة تانية بتضربهم وبتطير هاو وبيقع بين ايدين تمثال بوذا وبيموت، بس المرة دي مات في الطريق الصح. كاو بيخرج من المعبد وهو بيعيط وبيتحسر على المجزرة اللي عملها في شعبه وأهله. وبره المعبد الرهبان بيهجموا على الجنرال بيتر وجنوده وبيضربوهم لحد ما يقتلوهم كلهم. بعدها بنشوف داو واقف مع أهل الشاولين وبيقول لهم لازم نسمع كلام هاو، الشاولين هيفضل عايش جوه قلب كل واحد فينا. وبكده تنتهي أحداث فيلمنا. لو وصلت آخر الفيديو ما تنساش تثبت حضورك وتدعمنا بكومنت. أشوفكم في الحكاية الجاية، سلام.